مروك أخبار بالدارجة. السلام عليكم. تفاعل المعلق الجزائري بقنوات بي ان سبور القطرية حفيظ الدراجي مع مباراة المنتخبين المغربي والكرواتي اللي انتهت بالتعادل السلبي في افتتاح مباريات المجموعة السادسة للمونديال قطر 2022. واعتبر الدراجي أن نتيجة التعادل اللي حققها أسود الأطلس في أول مباراة لهم بالمونديال ثمينة وجيدة. وقال حفيظ الدراجي في تغريدة له على حسابه الشخصي على تويتر: تعادل ثمين للمنتخب المغربي في خرجته الأولى أمام وصيف بطل عالم كرواتيا. وأضاف الدراجي قائلا: ألف مبروك للجماهير المغربية وكل التوفيق في قادم المباريات بإذن الله. وختم المعلق الجزائري تغريدته بالقول: أسود لم يقصروا. والآن مع تنقيط لاعبي المنتخب المغربي الأفضل والأسوأ في مباراة كرواتيا. منح موقع سوفا سكور كل من أشرف حكيمي ونايف أكرد أفضل تنقيط للاعبي المنتخب الوطني في مواجهة كرواتيا ضمن الجولة الأولى في المجموعة السادسة من مونديال قطر. ومنح الموقع العالمي الشهير ظهير باريس سان جيرمان ومدافع ويست هام تنقيط 7.3، في حين حصل سفيان بوفال على أضعف تنقيط ب 6.2، علما أن التنقيط كان متقاربا بين أغلب لاعبي المنتخبين. وحصل ديجان لوفرين مدافع كرواتيا على أفضل تنقيط في المباراة ب 8.2.